عيش صح. عيش صح. العيشه الصح مفيش واحد يقول لي انا الساعه 2 الظهر لازم ما اصحاش من النوم. جالنا الليله لباسا والنهار معاشا. ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى انت عايش في كوكب الارض، وكل سكان كوكب الارض من حيوانات وطيور بيناموا بالليل. يبقى يا ريت نرجع تاني كلنا مسؤولين وصغار وكبار، وكل واحد بيحب اولاده يحاولوا تناموا بالليل. ما فيش حد يقول لي اولاده سهرانين بيعملوا ايه؟ انت لما بتنام بالنهار مناعتك بتقل، اما بتنام بالليل يبقى مناعتك افضل. وما ننام بالليل كلنا ويبقى الدنيا ضلمه ومفيش ضوضاء ومفيش حاجه بقى، واحد حاطط الايباد تحت البطانيه والتاني حاطط حاجه في ودنه عمال سامع عشان ما يسمعش الاصوات. لا والنور والع. لا، ننام نوم صح. النوم الصح اللي هو ليلا و8 ساعات على الاقل، تمام، ومريح بدون اي نوع من الازعاج، هو ده بيرفع المناعه. اتاري الجهاز المناعي بتاعي يرتق. كان زمان الناس زمان يعني كان يقول لك مثلا ايه، الجلابيه اتقطعت، يقوم يروح يجيب خيط ويرتق. الجهاز المناعي بيعمل كده. الجهاز المناعي بتاعي يجي بالليل يرقع. يعني شوف ايه، في مثلا خلل يقفله في حته في حته فيها سرطان، في كام، في 50 خليه سرطان، يجي الجهاز المناعي بالليل يدمر كل يوم ال50 خليه سرطانيه. ايه ده؟ في خرم، انا اكلت شوكه سمكه ودخلت وجرحت حته في الزور، جرحت حته في اي مكان، غرست في اي مكان، يوم الجهاز بتاعي يروح ويشوف الحته دي ينعمها ويشيل الحته المخرومه ويسد الخرم وهكذا. يبقى كل خلل عندي مفروض الجهاز المناعي بتاعي يتفوق ان هو يتعامل مع اي مستجدات، ميكروب يدمره، خلايا مناعيه تاكل فيروس، حتى لو ايدز نفسه ممكن يتدمر لو انا عندي جهاز مناعي جيد قوي. ده حاجه ثانيه برضو، الجهاز المناعي بتاعي اغلبه بيبقى فيه سوائل، يعني فيه ميه. يبقى لازم انا دايما بقول اما تنام حط ميه جنبك، مش مهم روح الحمام، اشرب ميه وانت نايم، اشرب ميه كل شويه وتاكد ان ده بيزود مناعتك. يبقى عملنا حاجتين دلوقتي، ان احنا نمنا بدري ونمنا بالليل وجنبنا ميه، الجهاز المناعي بتاعك هيشتغل كويس قوي. ويا ريت ان كمان برضو اما بنصحى الصبح وما نيجي ننام بالليل بفرح قوي اما الناس قبل ما تنام تقول تصبحوا على خير ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض، باي باي يا بابا، باي باي يا ماما، تصبحوا على خير، مش عارفين هنعيش ولا هنموت ولا ايه. يبقى خلينا نتودع واحنا بننام، نصحى الصبح احنا عشنا تاني، احنا رجعنا تاني للدنيا صباح الخير وبسمه وبضحكه، لان احنا رجعنا تاني، كنا ممكن نرجعش. يبقى اما بنصحى الصبح وبنستقبل اليوم ببسمه، ده بيرفع المناعه. يبقى الضحك الصبح، اضحك الصبح بترفع المناعه. طلع ان الضحكه بشكل عام بيرفع المناعه، والتوتر بيجيب لي 40 مرض، مش بس نقص المناعه، التوتر نفسه يرفع الضغط ويقفل صدري ويخليني اعجز ويجيب لي سكر وسرطان. يعني علاقه الحب ما بيننا والانسان يعني يبعد عن التوتر والعصبيه والحاجات دي بتقوي جهاز المناعه زي ما الدكتور مجدي بيقول.